السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزمة هجومية في الأهلي قبل ضربة البداية أمام سنيديب بدوري أبطال أفريقيا. فاروق جعفر يتوسط لقبول عرض أهلاوي لرعاية الزمالك. كورونا يهدد أحلام الأندية المصرية في البطولات الأفريقية. الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي بالنيجر، وعبد الحفيظ لدينا طموحات كبيرة. في البداية كالمعتاد قبل أي تفاصيل ادعمني بلايك للفيديو، اشترك في القناة وفعل جرس الإشعارات. أزمة هجومية في الأهلي قبل ضربة البداية أمام سنيديب بدوري أبطال أفريقيا. وصلت بعثة النادي الأهلي إلى نيامي عاصمة النيجر مساء أمس الأحد من أجل مواجهة فريق سنيديب يوم الأربعاء 23 ديسمبر الجاري في ذهاب دور ال 32 من دوري أبطال أفريقيا. وضمت البعثة 21 لاعب: محمد الشناوي وعلي لطفي، مصطفى شوبير. خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، محمود وحيد، ياسر إبراهيم، محمود كهربا، وحمدي فتحي، ومحمد شريف، وأيمن أشرف، وبدر بنون، وإليو ديانج، وصلاح محسن، وعلي معلول، وأحمد ياسر ريان، وأكرم توفيق، وجيرالدو، ومحمد هاني، وطاهر محمد طاهر، ومحمد شكري، وسعد سمير. هناك 8 غيابات في الأهلي قبل مواجهة سنيديب، وغاب عن رحلة الفريق 8 لاعبين في القوام الأساسي للفريق بسبب إصابات مختلفة، حيث يغيب عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة ورامي ربيعة بسبب الإصابة بفيروس كورونا، بينما اشتكى مروان محسن ووليد سليمان من آلام في الركبة. ويخضع الثلاثي ناصر ماهر وجونيور أجاي وحسين الشحات لعمليات جراحية في الكتف والوتر الوحشي. وبالنظر للغيابات الموجودة في الفريق، فإن الفريق يفتقد لاعبين غاية في الأهمية، أغلبهم من اللاعبين الأساسيين وهم عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وجونيور أجاي ومروان محسن وحسين الشحات. أزمة في صانع الألعاب والهجوم قبل مواجهة بطل النيجر. ويخوض المراد الأحمر مباراته الأربعاء القادم كما ذكرت في ضربة البداية بدوري أبطال أفريقيا بأزمة في مركزي صانع الألعاب بسبب غياب محمد مجدي قفشة وناصر ماهر بسبب فيروس كورونا للأول وإصابة خلع في الكتف للثاني. كما توجد أزمة في مركز الهجوم بسبب غياب مروان محسن المهاجم الأساسي للفريق، بجانب كل خبرة أحمد ياسر ريان في المواجهات الأفريقية، في ظل أنها تكون خارج الأرض في الوقت الذي يتواجد فيه محمد شريف في مركز المهاجم مع أحمد ياسر ريان. فاروق جعفر يتوسط لقبول عرض أهلاوي لرعاية الزمالك. مصدر من داخل الزمالك أكد بأن فاروق جعفر رئيس اللجنة الفنية المسؤولة عن قطاعات كرة القدم بالزمالك عرض على اللجنة المؤقتة لإدارة النادي برئاسة المستشار أحمد البكري عرضان لرعاية النادي في الفترة المقبلة. وشدد المصدر خلال تصريحاته على أن فاروق جعفر أكد للجنة المؤقتة أن أحد الشركات التي يعمل بها نجله ترغب في رعاية النادي وتوفير عرض إعلانات بقيمة 10 مليون جنيه في الموسم و8 مليون جنيه ملابس لفرق النادي باستثناء الفريق الأول. وأشار المصدر أن فاروق جعفر عرض على اللجنة عرضا آخر من إحدى الشركات التي كانت ترعى الغريم التقليدي النادي الأهلي ويمتلكها أحد رجال الأعمال الأهلاويين مقابل 22 مليون جنيه في الموسم. وتبع المصدر اللجنة المؤقتة أكدت بأن فاروق جعفر أن أي أمور تخص الرعاية لابد أن تتم عن طريق الشركات الحالية الراعية للنادي، وعلى أن يتقدم لها بهذه العروض. الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي بالنيجر، وعبد الحفيظ لدينا طموحات كبيرة. حرص كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على الاتصال بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة للاطمئنان على بعثة الفريق الأول فور وصول البعثة إلى نيجر لخوض مباراة سنيديب في ذهاب دور الاثنين من دوري أبطال أفريقيا يوم الأربعاء القادم. وقال عبد الحفيظ أن الخطيب حرص على متابعة أخبار الفريق والاطمئنان على حالة اللاعبين وكافة الترتيبات الخاصة بالمباراة، متمنيا السلامة لكافة أفراد البعثة، وأن يكون التوفيق حليفا للأهلي في مستهل مشواره بالبطولة التي توج بلقبها للمرة التاسعة. وكان مجلس الإدارة برئاسة الخطيب قد قام بتكليف سيد عبد الحفيظ بتولي رئاسة البعثة بدلا من محمد الضماطي عضو مجلس الإدارة بعدما تعرض للإصابة بفيروس كورونا. ووصلت البعثة أمس الأحد فيما يخوض الفريق مران الأول اليوم من أجل التجهيز والاستعداد للمباراة التي سوف تقام غدا الأربعاء على استاد الجنرال سيني كونيتشي في العاصمة نيامي. عبد الحفيظ نسعى لتحقيق بداية قوية. وقال عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن الفريق يسعى لتحقيق ضربة بداية قوية في بداية مشواره بالنسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا، وذلك عندما يحل ضيفا الأربعاء على فريق سنيديب بطل النيجر في العاصمة نيامي. وأوضح سيد عبد الحفيظ أيضا أن الأهلي لديه طموحات كبيرة نحو التتويج باللقب العاشر في تاريخه، وهو ما يمنح اللاعبين دوافع قوية يسعى الجميع إلى
ترجمتها بصورة عملية من خلال نتائج قوية في البطولة. وأضاف أن الأهلي يتعامل مع مباراة سنيديب باحترافية كبيرة بعدما قام مجلس الإدارة بتوفير طائرة خاصة ساهمت في تقليص ساعات السفر إلى جانب الحفاظ على سلامة البعثة في ظل تفشي فيروس كورونا. مدير الأهلي: نحترم المنافس. وأشار عبد الحفيظ إلى أن الجهاز الفني واللاعبين يتعاملون مع المنافس باحترام شديد، وهناك ثقة كبيرة في شخصية وقدرات لاعبي الأهلي رغم وجود غيابات عديدة بعد غياب بيتسو موسيماني المدير الفني وثلاثي الفريق عمرو السولية ورامي ربيعة ومحمد مجدي قفشه عن الرحلة بأسباب الإصابة بفيروس كورونا. وشدد عبد الحفيظ على أن اللاعبين لديهم ما يكفي من الدوافع لتقديم عرض قوي رغم الظروف الراهنة. أحمد شوبير: اتحاد الكرة يتحدى الأولمبية بشعار ولا يهمنا فيفا عندنا. أكد الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق أن الرؤية غير واضحة تماما بشأن الانتخابات الجديدة لاختيار مجلس إدارة جديد يقود اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة بعد اعتماد لائحة النظام الأساسي من الجمعية العمومية للنادي، معلقا على الكواليس التي تشهدها الجبلية في الفترة الأخيرة والصدام المشتعل بين اللجنة الثلاثية من جهة واللجنة الأولمبية من جهة أخرى، موجها انتقادات حادة لبعض مسؤولي اتحاد الكرة السابقين. وتساءل أحمد شوبير من خلال برنامجه الإذاعي راديو اون سبورت اف ام عما يحدث لو تعترف أو لم تعترف اللجنة الأولمبية بانتخابات اتحاد الكرة. وأوضح حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق أن مسؤولي اتحاد الكرة يرفعون شعار ولا يهمنا الفيفا عندنا في مواجهة رفض اللجنة الأولمبية إقامة انتخابات لاختيار مجلس جديد يدير اتحاد الكرة في نهاية يناير القادم. أحمد شوبير: اللي بيحصل ما بيعجبش حد. وشدد أحمد شوبير في تصريحاته أن كل ما يحدث ما بيعجبش حد، موضحا أن المسؤولين في اتحاد الكرة يرون أن اللجنة الأولمبية ليست جهة اعتماد انتخابات وبالتالي موافقتها من عدمه لا تؤثر في شيء. موسيماني يتابع الأهلي من المستشفى ومسحة طبية للاعبين، وده آخر خبر معانا في الملخص ده. حرص بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي على التواصل مع كيفن جونسون المدرب العام للفريق وسامي قمصان وباقي أعضاء الجهاز الفني للوقوف على آخر التفاصيل في البرنامج التدريبي الخاص بالفريق والذي سيقوم بتنفيذه ابتداء من اليوم. وحرص موسيماني على الاطمئنان على كافة أفراد البعثة المتواجدة في النيجر وتمنى التوفيق للفريق في ضربة البداية بدوري أبطال أفريقيا. الجهاز الفني يشاهد فيديوهات مجمعة لفريق سنيديب. حرص الجهاز الفني للنادي الأهلي على مشاهدة فيديوهات مجمعة لفريق سنيديب بطل النيجر قبل المواجهة المرتقبة له بعد غد الأربعاء في ذهاب دور ال 32 من دوري أبطال أفريقيا. وحرص الجهاز الفني على دراسة سنيديب بالفيديو للوقوف على بعض الجوانب الفنية والخططية التي يرغب في تنفيذها خلال ضربة البداية بدوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021. وكانت بعثة الأهلي وصلت إلى نيامي عاصمة النيجر أمس الأحد بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 6 ساعات على متن طائرة خاصة. مسحة طبية للاعبي الأهلي. ويجري النادي الأهلي مسحة طبية ظهر اليوم الاثنين بفندق الإقامة بمدينة نيامي عاصمة النيجر. ويجري فريق الكرة بالنادي الأهلي المسحة الطبية قبل مواجهة سنيديب بطل النيجر. ويفتقد الأهلي كما ذكرت ثلاثي النادي الأهلي الأساسيين عمرو السولية ورامي ربيعة ومحمد مجدي قفشه بعدما أصيبوا بفيروس كورونا. ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده، اشترك في القناة وفعل جرس الإشعارات. هشوفكم إن شاء الله عن قريب في ملخص تاني. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.